السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ نتمنى تكون كاع أموركم بخير وعلى خير. وفي هذه الحلقة إن شاء الله غادي نهضروا على موضوع اللي كيمس وتر حساس عند بزاف ديال الناس. علاش كتخاف تبقى بوحدك؟ حيت الخوف من الوحدة كيسكن في القلوب ديال بزاف ديال الناس بلا ما يحسوا. ولكن واش فعلا هذيك الوحدة ولا هذيك العزلة خطر عليهم، أو لا هي فرصة ذهبية باش تلقى راسك فيها؟ أولا وقبل كل شيء خصك تعرف علاش كتخاف تبقى بوحدك. واش عمرك جربت تجلس مع راسك وتسولو علاش كنهرب أنا من اللحظات أو لا من الأوقات اللي كنكون فيها بوحدي؟ أول حاجة كديرها باش تهرب من هاد الأوقات كتشد التليفون ديالك بالزربة، كتبدا طالع نازل في السوشيال ميديا بدون هدف، او لا كتبقى تهضر مع اي واحد غير باش ما تسكتش، او لا كتبقى تقلب على الصحاب اللي تخرج معاهم وخا تكون وسط من 100 صاحب. وكاين بعض الناس اللي يقدروا يكونوا حتى وسط من العائله ديالهم وكيحسوا بالوحده. اذا العلاقات ديالها سواء مع الصحاب سواء مع العائله ماشي معنيتها انك ما غاديش تحس بالوحده. الوحده ماشي انك ما عندكش الناس ولا ما كتعرفش عباد الله ولا ما عندكش علاقات. الوحده الحقيقيه هي ملي كتكون ما عارفش راسك شكون انت وشنو الدور ديالك في هذه الحياه. نعاودها، الوحده الحقيقيه هي ملي كتكون ما عارفش راسك شكون انت وما عارفش الدور ديالك في الحياه. هنا فيك تحس بالوحده. اذا علاش كنهربوا من البقاء بوحدنا؟ حيت في هذاك الصمت وفي هذاك السكات كتخرج الحقيقه وحنا كنخافوا نواجهوها. حيت في العزله كنسمعوا صوت القلب ديالنا وحنا كنخافوا نسمعوا هذاك القلب شحال مضرور. حيت مني كتكون بوحدك كتولي تسول علاش مازال ما درت والو، علاش مازال ما حققت حتى شي حاجه في حياتي، علاش مازال كنكذب على راسي، علاش مازال كنرضى غير بالقليل، علاش كنبقى نهرب ونهرب ونهرب وما عمرني واجهت. في هذا الوقت ديال هذا الصمت مؤلم جدا كنضروا فيه بزاف، ولكن هو أكثر الأوقات أهمية والمصدر الأساسي والرئيسي اللي غادي تسمع فيه الجواب اللي كتقلب عليه حياتك كاملة. بزاف ديال الناس كيبقاو في علاقات سامة، كيمشيو لصداقات وعلاقات اللي سطحية، كيتعاملوا مع ناس اللي كيستهزئوا بهم غير باش ما يحسوش بأوقات الفراغ. ولكن ماشي أي صحبة كتعني أنك مرتاح، وماشي أي حضور ديال أي شخص كيحيد عليك العزلة وهذاك الإحساس بالوحدة. واش تقدر تجلس مع راسك وتشرب القهوة ديالك بوحدك وتمشي تدور مع راسك بلا ما تحس بالحرج وتسافر بوحدك وتضحك وانت بوحدك؟ هذه هي القوة الحقيقية. الوحدة ماشي عقوبة، الوحدة هي فرصة ذهبية، فرصة باش تفهم شكون انت وشنو الدور ديالك في الحياة، فرصة باش تعالج الجروح ديالك، فرصة باش تبني الأهداف ديالك وتوضع لهم خطة، فرصة باش توزن العلاقات ديالك، فرصة باش تكتشف شنو فعلا كيهمك وشنو غير كيشتت لك الانتباه ديالك وكيضيع لك الطاقة ديالك. راه منين كتكون بوحدك، اسمعني مزيان، منين كتكون بوحدك وما كتخافش من هذيك الوحدة، تما فيك تكون أقرب أكثر لله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، وأقرب للنفس ديالك، وأقرب لهذيك الحقيقة اللي كتقلب عليها حياتك كاملة. إذا كيفاش تعلم تكون مرتاح في هذيك الوحدة؟ أول حاجة بدل النظرة ديالك لهذاك الوقت اللي كتكون فيه بوحدك. في بلاصة ما تقول أنا بوحدي معنيتها أنني فاشل، لا، حاول تشوفها بالمنظور أو لا قول لراسك أنا مع راسي دابا كنكتشف في راسي باش نواجه الحقيقة اللي غتعاونني باش نخرج أفضل نسخة مني. ثانيا بدا تعمر الوقت ديالك بحوايج اللي كتطورك وتزيد بك القدام، بحال القراءة، بحال أنك تصنت الكتب صوتية، بحال أنك تصنت القصص ديال الناجحين، بحال أنك تتعلم من قصص الصحابة والأنبياء، بحال أنك دير رياضة، بحال التأمل،
بحال أنك تتعلم شي حاجة جديدة اللي غتضيف لك واحد القيمة للحياة ديالك. ثالثا، قطع العلاقات اللي كتستهلك لك الطاقة ديالك. ماشي كثرة العلاقات كتمعني الجودة ديال العلاقات، حيت بعض الوحدة كتكون أرحم لك من 20 وجه ممكن أنك تلاقاه من هذوك العلاقات. رابعا، واجه الأسئلة اللي صعيبة بلا ما تخاف، بلا ما تهرب. كتب وفكر وواجه، حيت في هذيك المواجهة تما في غتخرج بحل اللي غادي يعاونك باش أنك تجاوز هذوك العقبات اللي كتعيشهم في الحياة ديالك حاليا. خامسا، قوي العلاقة ديالك مع الله سبحانه. في أكثر اللحظات اللي كتكون فيها بوحدك تما في تيكون ربي أقرب واحد ليك. وختامه مسك كيف تنقول في جميع الحلقات كرسالة أخيرة: ماشي خطر أنك تبقى بوحدك، إنما الخطر هو أنك تبقى ديما وسط من الناس وما عمرك عرفتي شكون انت بلا بيهم، ولا حاولتي غير تبعد عليهم شوية باش تحاول تكتشف راسك. تقبل الوحدة ديالك، عيشها، تعلم منها، وخليها تكون المدرسة اللي غادي تخرج منها أفضل نسخة منك، وأقوى نسخة، وأنقى وأوعى وأنضج نسخة منك. غادي نسولك دابا، شنو هي الحاجة اللي كتشوفها كتخليك تهرب من هذاك البقاء بوحدك؟ وشحال من مرة خديتي وقت مع راسك بكل صدق؟ شاركنا في التعليق وخلي الناس تعرف انها ماشي بوحدها، وكاينين بزاف ديال الناس اللي كيحسوا بنفس الشيء وكيحتاجوا غير يسمعوا هذه الرسالة باش حتى هما يجلسوا مع راسهم شوية ويتصنتوا راسهم ويعاونوا راسهم يخرجوا من هذاك الخوف ديال الوحدة. هذا ما كان بالنسبة لهذه الحلقة. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.